البرازيليين انتقدوا لاتزاروني كتير، وبعد لاتزاروني كانوا على موعد مع تجربة جديدة لنجم من نجوم السامبا الحقيقية. منتخب البرازيل بعد خروجه من دور ال16 في مونديال 90 استغنى عن مدربه سباستياو لاتزاروني، وفي شهر أغسطس 90 جاب مكانه فالكاو نجم منتخب البرازيل في كأس العالم 82 و 86 عشان يقود المنتخب. الحقيقة اختيار فالكاو كان اختيار غريب في بلد مليانة مدربين زي البرازيل. فالكاو ما كانش عنده اي خبرة تدريبية، هو قال انه قبل المهمة دي عشان هو متأكد انه يقدر يقوم بيها. ريكاردو تكسيرا رئيس الاتحاد البرازيلي قال وقتها ان فالكاو هيعيد بناء الفريق البرازيلي، وغالبا هيعتمد على اللعيبة اللي بتلعب في البرازيل، وده طبعا كان بعد المشاكل اللي حصلت في كأس العالم من لعيبة زي كاريكا وإليماو وروماريو. إليماو كان عنده وقتها 29 سنة وما لعبش تاني المنتخب بعد التصريحات اللي هاجم فيها إدارة الفريق لجريدة في ساو باولو في البرازيل بعد كأس العالم. أول ماتش لفالكاو كان في سبتمبر 90 وخسر الفريق 0-3 من منتخب أسبانيا في مدينة خيخوم في أسبانيا. فالكاو ما ضمش أي لاعب بيلعب خارج الدوري البرازيلي، واعتمد على نيتو لاعب الوسط لاعب كورنزيانز ككابتن الفريق. نيتو كان كتير بيطالبوا لاتزاروني انه يضمه اثناء مونديال 90، لكن لاتزاروني رفض. فالكاو بقى لاعبه اساسي ضد اسبانيا. بشكل عام كان في 9 من 11 الاساسيين اللي كانوا موجودين ضد اسبانيا بيلعبوا اول ماتش دولي ليهم، فالخسارة بالنتيجة دي كانت طبيعية. اغلب الناس اللي لعبوا الماتش ده لعيبة غير معروفة لينا، يمكن باستثناء كافو اللي كان بيلعب وقتها في فريق ساو باولو وعنده 20 سنة. بعد كده البرازيل بدأت تلعب مباريات ودية كتير، وبدأت الأندية تخوض صراع مع فالكاو اللي كان عايز يضم لعيبته المحلية فترات طويلة. طبعا الأندية ما كانتش عايزة فترات المعسكرات تطول، وتكسيرا رئيس الاتحاد وقف مع الأندية وقلل فترات المعسكرات. فالكاو في الفترة دي أشرك لعيبة كتير هيبقى ليهم مستقبل في منتخب البرازيل. اللعيبة لبست فانيلة المنتخب لأول مرة مع فالكاو، زي كافو، زي مارسيلو سانتوس، ليوناردو، سيزار سامبايو. والحقيقة ان فالكاو كان بيسوق مشروعه على انه بيبحث عن المواهب الجديدة جوه البرازيل، وان لعيبة البرازيل قبل كده ما كانتش تاخد الفرص عشان تثبت نفسها. واستمر الفريق في لعب المباراة من غير حتى ما يسجل ولو هدف الا في 5 مباراة مع فالكاو، لما تعادل الفريق مع باراجواي 1-1 في فبراير 91. بعدها بشهرين حقق الفريق الفوز اخيرا على منتخب رومانيا 1-0 في 7 مباريات فالكاو. رومانيا كمان ما كانتش بتلعب بالفريق الاساسي. ايقاف اللعيبه المحترفه اترفع كمان في بدايه سنه 91، وبدا فالكاو يضم لعيبه زي الحارس تافاريل. البرازيل كان المفروض تلعب في كوبا امريكا 91 في شهر يوليو، ففالكاو ضم البطوله دي 22 لعيب، منهم 4 بس بيلعبوا برا البرازيل: تافاريل ومازينيو وبرانكو وجواو باولو. 6 لعيبه بس من ال 22 كانوا لاعبين اكتر من 10 مباريات دولية للفريق، وكان واضح ان الفريق بيفتقد للخبرات الدولية. بعد اللي حصل في مونديال 90 من مشاكل وعدم انضباط، اجبر الاتحاد البرازيلي اللعيبة على توقيع اعلان مكتوب بالالتزام بالتوجيهات دي، زي التصرف بسلوك جيد والصحيان والنوم في مواعيد محددة، وفرض قيود على اجراء المقابلات الاعلامية، ومفيش اجتماعات مع الوكلاء خلال البطولة. قبل البطولة دي ب3 ايام قرر بيبيتو مهاجم الفريق انه ينسحب من الفريق. بيبيتو اللي قبل البطولة دي ب10 شهور كان انضم للمنتخب مع فالكاو وكان بيمدحه وبيقول فالكاو بيصالح الفريق. بيبيتو انسحب من الفريق عشان فالكاو ما ضمنلوش اللعب كأساسي، وقال انه كان بيعامله كلاعب جديد ومش بيديله وضوح. البرازيل احتلت تاني المجموعة ولعبت في الدور النهائي اللي كان دورة رباعية مع الأرجنتين والشيلي وكولومبيا. البرازيل اتعادلت في الدور الأول مع أوروجواي وخسر من كولومبيا، وبدأ فالكاو يتحط تحت ضغط ويشعر إن الفريق اللي اختاره مش هيساعده عشان يكسب البطولة، ولا نيتو كابتن الفريق يستحق الاعتماد عليه، وبدأ يحتك بالصحفيين البرازيليين في المؤتمرات الصحفية. البرازيل كسبت تشيلي وكولومبيا، لكنها خسرت من الأرجنتين 2-3
واحتلت المركز الثاني في البطولة، وده أدى لإقالة فالكاو من منصبه بعد سنة ما حققش فيها أي نجاح ولا أي نتيجة مميزة حتى في الوديات. ريكاردو تكسيرا اتفق مع المدرب البرازيلي إرنستو باولو عشان يمسك الفريق بشكل مؤقت. باولو كان مدرب منتخب البرازيل الشباب اللي كان خسر نهائي بطولة العالم في البرتغال قبل شهر. فعلا مسك باولو الفريق ماتش واحد بس خسروا من ويلز 0-1، وبعدها تولى الفريق كارلوس ألبرتو بيريرا ويساعده ماريو زاجالو.